كلها إلا ربنا. ممكن عدو الخير يخليك تدخل في يأس ويقولك ربنا نسيك، ربنا مش هيقبلك، لكن لأ، هو حاسس بيك وعايزك ان انت تقبله في حياتك. هنا الراجل ده حلو قوي، ان ربنا اول ما قال له قوم احمل سريرك، السرير ده كان عبارة عن فرشة حصيرة كده، فحالا برأ الإنسان، يعني ما فكرش بعقله، ما قالوش ازاي يا رب ان انا اقوم ازاي، لا على طول حالا برأ، يعني المرض اللي هو عنده صحي منه، برأ ومشي على طول في اليوم ده. هو ده بالظبط اللي ربنا عايزه مننا، لما تسمع كلمة ربنا أو لما ربنا يكلمك بطريقة ما، تسمع لصوته على طول، تحفظ وصاياه، تحب إن هو يشتغل في حياتك، تدخل ربنا في حياتك في كل حاجة. ربنا عايزنا إن احنا نطيع وصاياه، لأن وصاياه ليست بثقيلة. لو انت عايز تتغير وتتخلص من أي خطية، خلي عندك رجاء في الرب يسوع إن هو هيقدر يغيرك. ولازم يكون عندك إرادة زي المخلع ده وتطيع وصايا ربنا. وفي حاجة حلوة قوي كمان برضو في المخلع ده، إن هو راح الهيكل، تقريبا راح علشان يشكر ربنا. والآية الجميلة اللي بتقوله بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل، تقريبا ربنا مش تقريبا، أكيد ربنا لما كل ما حد بيرجع له بيخاف وبيبقى مشغول عليه قوي إن هو يبعد عنه تاني. يعني حتى بعد ما ربنا شفى المفلوق المخلع ده، ربنا قال له اوعى تغلط تاني، لان ربنا مش عايز ان هو يرجع للخطية اللي هو كان فيها تاني. ربنا عايزنا ان احنا نحافظ على النعمة دي، لان المرض اللي كان عند المخلع ده كان نتيجة الخطية، واي مرض بيجي الانسان بيبقى نتيجة برضو الخطية، لان كان وقتها قبل المسيح الخليقة دي كلها كانت متشوهة، كان كل الناس مرضى بأمراض كتيرة جدا. لكن احنا دلوقتي في عهد النعمة، الشفاء المجاني على طول. وكمان الراجل ده اديله 38 سنة محدش سأل فيه، أول ما جاله المسيح على طول شفي. و... ولو هنقارن في يوم 50 لما اتعمد 3000 نفس في يوم واحد، هو ده عهد النعمة. لكن أحيانا لما ربنا بيسمح بمرض بيبقى لتزكية الإنسان. هتلاقوا في الصيام ده المخلع، السامرية، المولود أعمى، المية مشتركة بيناتهم، المعنى الروحي والمعمودية مشتركة في الموضوع ده. كأن ربنا بيقول لنا إن أنت لازم تكون شخص تائب على طول، لازم إن أنت تبقى زي الصورة اللي خدتها يوم معموديتك، تبقى إنسان جديد. ومفيش حاجة تخليك إنسان جديد إلا بالتوبة، لأن التوبة هي جرن دائم للمعمودية. ربنا بيدينا الصوم ده فرصة لتقوية الإرادة. لو إرادتك ضعيفة، الصوم يقدر إن أنت بيخليك تقوي إرادتك، بتقدر تمتنع عن الأكل بإرادتك، وبتدرب جسدك، وبيبقى عندك إرادة على فعل الخير وفرصة للصلاة أكتر. ربنا بيقولك أنت عاوز ولا مش عاوز؟ يا ريت نطيع الرب يسوع زي المخلع. وربنا لما سأله قال له أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة. فدي بتشير لمعنى إن تملي الإنسان وهو في الخطية أو لما بيعمل غلط بيرمي اللوم على الناس التانية، ما بيحبش يعترف إن هو مذنب أو مخطئ. فبرضو الرب يسوع برغم كل الصفات اللي في الإنسان بيبص على الحاجة الصغيرة اللي هو شايفها فيه، ان هو لسه اديله 38 سنة جنب البركة مستني حد ومش فاقد الرجاء ان هو هيشفى. ربنا ده حنون جدا وعطوف، وهو احلى طبيب. فلا تخطئ